السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعضنا مسقعه جميله قوي قوي قوي. طبعا المسقعه كلها فيتامينات وكلها حديد ومغذيه جدا، خصوصا في الشتاء، وكمان اكله اقتصاديه. يعني لو انت محتاره تعملي ايه غدا او عشاء لاولادك او كمان فطار، هاتي المسقعه وتعالي اعمليها مع منا، هتمشي معاكي في كل الاحوال. طبعا جبت الخضار بتاعي وغسلته كويس قوي، اهم حاجه النظافه يا جماعه. تمام كده، جهزت الخضار بتاعي اللي انا هشتغل بيه. طبعا راس تومه، 4 حبات من البصل لو كانوا يعني كده متوسطين، لكن انا عندي بصل صغير فاخدت كده يعني حبه كويسين. طماطم، 4 قرون من الفلفل الرومي، و البتنجان. تمام، انا ما بحبش اضيف للمسقعه بتاعتي بطاطس. انت لو حابه تضيفي لها بطاطس يبقى زودي بطاطس. تمام كده. طبعا اخدت البتنجان بتاعي بغسله صحيح كده. اوعي تغسلي البتنجان بعد ما تشرحيه، هيشرب ميه معاكي كتير، وبعدين هيشرب معاكي زيت كتير. فاغسلي البتنجان صحيح وبعدين قطعيه. تمام كده. بعد ما قطعت البتنجان بقى، حطيت طاسه على النار وضفت فيها الزيت، وجبت صينيه اللي هي اللي هعمل فيها المسقعه، وبقطع البصل، هنقطعه قطع صغيره. تمام كده زي ما انتم شايفين. حط لي بقى لايك، ولو انت جديده يسعدني ويشرفني انضمامك لعيله امي منا. تنزلي تدوسي على زر الاشتراك اللي بيكون اسفل الفيديو، فعل الجرس، تختاري كلمه الكل عشان يوصلك مني اول فيديو اعمله، تكوني انت اول واحده تشاهديه. تمام كده يا ست الكل، اهو زي ما انتم شايفين. طبعا وحبايبي اللي معايا دايمين، ما تنسوش شير للفيديو بالله عليكم. خلاص كده دلوقتي بقى، بعد ما اقطع البصل كده زي ما انتم شايفين، طبعا الزيت على النار. تمام كده. بعد بقى ما قطعت البصله، هاخد راس التومه واحطها في الهون ده. يعني ما اقدرش استغنى عنه، ده دراع اليمين. في متابعه دخلت سالتني، قالت لي انت جايباه من فين؟ الهون ده يا جماعه ليه عندي 27 سنه. الهون ده يعني جابوهولي في جهازي، اهلي جابوهولي في جهازي، اتجوزت بيه. تمام. فده طبعا بيتباع عند محل مستلزمات المطبخ. تمام كده يا بنات، اهو زي ما انتم شايفين. معرفش بقى دلوقتي موجود ولا انقرض، الله اعلم. بس اكيد طبعا لو راحت سألت هتلاقي. شايفين دقيت التومه بتاعتي كده، نعمها، هتنعميها كويس عشان تطلعي الزيوت اللي بتكون في التوم. تمام اهو بالشكل ده. تمام، خلصنا التومه كده. حطيت بقى البصلة على النار، نزلت عليها بزيت، مش هننفع نشتغل بسمنة، هنشتغل بزيت. تمام كده يا بنات، طبعا معروف المسقعة بنشتغلها بالزيت. هنا كان الزيت سخن معايا في الطاسة. طبعا ما ينفعش ننزل بشرايح البتنجان غير لما الزيت يسخن. لو نزلتي بشرايح البتنجان الزيت بتاعك ما كانش سخن، البتنجان هيشرب برضو من الزيت وهياخد كمية اكبر منك من الزيت. تمام كده يا ست الكل. تمام، حطيت البتنجان على النار بيتحمر، وهبشر الطماطم. طيب مش هتخلطيها ليه يا ام منى؟ الخلاط بتاعي والله كان بعافيتين، يعني كان عطلان كده بايظ، فانا هبشر الطماطم بالمبشره دي. وكمان انا جبت لي يعني خلاط كده حلو قوي، هعمل لكم عليه ريفيو. تمام، وهعرفكم عنه كل حاجه، عشان خاطر لو كنت حابه تشتري خلاط يبقى تشتري الخلاط اللي انا اشتريته ده. لان انا لما كنت رايحه اشتري خلاط كنت محتاره اجيب اي نوع طبعا، وخايفه يكون نوع مش حلو، خصوصا ان الاسعار غاليه قوي يا بنات. فالنوع اللي انا جبته ده ان نوعه ممتاز، يعني نوعه شغال كويس، يعني جميل جدا جدا. هنبشر بقى كده الطماطم بتاعتنا، او القوطه او البندوره، هي الحقيقه ليها اسامي كتيره قوي. شايفين اهو. طبعا البتنجان عايش حياته على النار وانا ببشر الطماطم. خلاص جهزت راس التومه علشان نعمل طبعا اجمل واحلى تسبيكه للمسقعه. هبص بقى كده على البصلايه، اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا حطاها على نار وسط، النار مش عاليه عشان ما تتحرقش مني. على ما اجهز الطماطم طبعا هبشرها تاخد مني وقت، فاحطها على نار متوسطه. بقلب فيها كده، وكمان عيني على البتنجان عشان ما ينحرقش. انا عايزه البتنجان ياخد معايا اللون الاحمر الفاتح. تمام يا بنات، اوعي تخليه ياخد لون اغمق من كده، هيمرر منك.
طبعا المسقعه انا عاملاها لك على القناه يعني بكذا طريقه. عاملاها بطريقه جميله جدا لما قلينا الطماطم في الزيت. طبعا عايزه اقول لك ان طعمها كان تحفه يا بنات. هسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. قلينا الطماطم في الزيت وقشرنا البتنجان. عملتها بطريقه خطيره وجميله جدا جدا. لما بتاكليها كده بتحسي نفسك بتاكلي حاجه تانية مش مسقعه، يعني بتاخدك لحته تانية. ابقي جربيها بقى. هستنى لما البصلايه كده يا دوب تاخد لون اصفر، وهجيب التومه، راس التومه اللي انا فرمتها او دقتها بالهون، وهنزل بيها على البصلايه. تمام تمام. طبعا البتنجان بتاعي بدأ ياخد لون اهو زي ما انتم شايفين. اكله سريعه وجميله وغير كده اقتصاديه. طبعا البتنجان اخد لون، ففي الوقت ده هنقلب البتنجان بتاعنا، هنجيب شوكه كده وهنقلبه. شايفين ما شاء الله، هو اللون ده اللي انا بقولك عليه. هنقلبه كده على الناحيه التانية ياخد برضو لون زي اللون اللي انتم شايفينه ده، وهنشيله على طول من الزيت. ما بياخدش زيت معايا يا بنات. ليه؟ لان زي ما بقول لكم كده بقطعه صحيح، بغسله صحيح وبقطعه صحيح، ما بحطهوش تاني في الميه. بالطريقه دي ما بيشربش معاكي زيت. شايفين؟ لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تمام. سامعين بقى الديك بتاعي بيأذن؟ نسأل بقى الله الدعاء. يا رب ترحم أمواتنا وأموات المسلمين، يا رب تنجح أولادنا، يا رب تسعدنا دنيا وآخرة، اللي هم آمين يا رب العالمين. وتشفي جميع مرضانا، يا رب اشفي جميع مرضانا. انتم عارفين يا جماعة لما الديك بيأذن بيكون في ملائكة معدية، فبيكون الدعاء مستجاب. فأول ما تسمعوا بقى الديك بيأذن ادعوا لنفسكم كتير قوي، وادعوا كمان لكل اللي انتوا بتحبوه، لان انتوا عارفين طبعا الدعاء في ظهر الغيب مستجاب. وربنا يا رب يرفع البلاء عن اهل غزة وينصرهم يا رب، واي بلد تكون محتلة ربنا يا رب كده يحررهم ويكون معاهم دايما. يا جماعة متنسوش الدعاء لاخواتكم بظهر الغيب. طبعا الدعاء بظهر الغيب، من دعا لاخيه في ظهر الغيب قال الملك الموكل امين ولك مثل ما دعوت، ولك بذلك مثل ما دعوت. فمتنسوش الدعاء بظهر الغيب مستجاب يا جماعة. تمام. هنا طلعت البتنجان بتاعي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هخلص بقى كل كمية البتنجان، طبعا شايفين البصلة بتاعتي احمرت اهي زي ما انتم شايفين. بنقلبها بالشكل ده. شايفين يا بنات؟ هطلع كل كمية البتنجان وهنزل بكمية تانية. زي ما بقول لكم كده كمية الزيت اللي انا ضفتها موجودة زي ما هي، البتنجان مش شارب معايا اي زيت اهو. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين ما شاء الله. بص بقى رصة تانية بتنجان كده في الطاسة، بس الاول هدي تقليبة كده للبصل. خلاص كده هنزل بالقوطة بتاعتنا، طبعا بشرتها وخلصتها بعد طبعا ما احمرت معايا البصلة والتومة الاتنين مع بعض. زي ما قلت لكم هنخلي البصل يا دوب تصفر وهننزل عليها بالتومة، وبعدين هنفضل نقلب في الاتنين لغاية لما ياخدوا اللون الاحمر الفاتح خالص. هنزل عليهم بايه؟ هنزل عليهم بالطماطم بتاعتي اللي انا عصراها، وهنقلبها كويس قوي. وبعدين هنزل بقى انا وريتك حاطه من البتنجان، كمان هوريكي قرون الفلفل الرومي اللي انا هقليها معاكي، علشان بعد كده هقلي بقيه كميه البتنجان من ورا الكاميرا عشان خاطر ما اضيعلكيش الوقت بتاعك. تمام كده يا ست الكل. هنقلي معاكي كده حبه الفلفل الرومي. طبعا الفلفل الرومي يا جماعه مش عايزاكي تحرقيه، ما تحمرهوش قوي، يا دوب ياخد اللون الحلو كده. هتشوفوا اللون دلوقتي معايا، وتشيليه على طول من الزيت. وما تنسيش قبل ما تنزلي بقرون الفلفل الرومي تفتحيها كده بالشوكه عشان خاطر ما تفرقعش منك لما تحطيها في الزيت. تمام تمام. طبعا هنضيف التوابل الجميله بتاعتنا للمسقعه، وهننزل كمان عليها بمعلقه سكر عشان خاطر الحموضه. وهجيب كده التركية دي بقى من عند امي منها، هجيب ليمونه وهعصرها على الصلصه بتاعتي، بتخلي لك المسقعه طعمها جميل جدا. معرفش لو كنت مش بتحط الليمونه دي ضروري تحطيها على الصلصه، هتودي لك المسقعه في حته تانية وتخليها لك كده طعمها جميل قوي قوي قوي. يعني انا لما كانش عندي ليمون لازم اجيب الليمون عشان خاطر احطه على الصلصه بتاعتي المسقعه. هنقلب بقى كده الفلفل الرومي بتاعنا بالشكل ده. شايفين يا بنات؟ طبعا كانت الطاسه لسه فيها مكان فاضي فكملت بتنجان.
علشان طبعا الوقت وعشان خاطر ما نبذرش في النار بتاعه البوتاجاز. وبقلب في الصلصه من وقت للتاني. هنا بقى تركايه كمان تانية، هنزل بمعلقه من التوم برضو المفروم على الصلصه، غير اللي انا ضفتها على البصل يا بنات. هنزل بمعلقه من التوم المفروم وهقلب بالشكل ده. دي بتديلك طعم للصلصه وبتخليها لك كده يعني الريحه كده بتروح لاخر الدنيا. تمام. هي راس التومه انا اخدت منها يعني قسمتها، خليت منها المعلقه اللي انتوا شفتوها دي وضفتها على الصلصه. تمام يا بنات، حطوا بقى لايك لمنا بالله عليكم وشير للفيديو. والنهارده هتاكلوا اجمل مسقعه من ايدين ام منا. هنزل بقى بالملح كده، اظبطي بقى الملح بتاعك حسب الرغبه، تحبي الحاجه بتاعتك حادقه ملحها كتير ملحها قليل، دي حاجه ترجع لك انت يا ست الكل. طبعا البطرمان بتاعي عارفينه اللي انا حاطه فيه كميه بهارات، هجيب منه كده معلقه حلوه وهنزل بيها على الصلصه. بتخلي لي يا بنات الصلصه بتاعتي طعمها جميل جدا جدا، وبتخلي ريحتها نفاذه وريحتها بتكون موديه لاخر الدنيا. كميه كده من البهارات انا عاملاها. ان شاء الله ابقى اعمل لكم حلقه عن البهارات. هنجيب كميه كده من البهارات وهنعملها مع بعضنا. بلاش تروحي تشتري 7 بهارات من عند العطار ما تعرفيش بهارات ايه ولا نظيفه ولا ايه بالشكل اللي هو عامله بيها. فانت اعمليها في البيت احسن، جيبي بهارات صحيحه كده وطحنيها في البيت. تمام اهو زي ما انتم شايفين خلصت الصلصه بتاعتي. كانت هنا الصلصه استوت تمام، نزلت بيها في الطبق ده. خلاص كده بعد الصلصه ما خلصت معايا جبت الصينيه وجبت البتنجان، وهنرص الصينيه بتاعت البتنجان بتاعتنا. هنرص صينيه المسقعه يا بنات، وما شاء الله زي ما انتم شايفين نزلت بالبتنجان وهنزل عليه كمان بالفلفل الرومي. عايز اقول لك الفلفل الرومي بيخلي المسقعه طعمها جميل جميل جميل. انت زي ما بقول لك كده لو انت حابه تضيفي بطاطس ومتعوده تعملي صلصه المسقعه بتاعتك بالبطاطس يبقى حطي عليها زودي بطاطس. بس انا علشان ما بحبش اضيف بطاطس، يعني انا في العاده بتاعتي صينيه المسقعه بتاعتي بعملها على طول فلفل رومي وبتنجان فقط لا غير. تمام، دي طريقه الست الوالده ربنا يا رب يخليها لي ويديم عليها الصحه. هي بتعملها كده ما بتحبش تضيف لها ما بتحبش تضيف لها البطاطس، فانا اتعودت منها وطلعت يعني الحاجه حسب ما تربيتي عليه وحسب ما بتاكليها هتعمليها. تمام كده جبت هنا حوالي كوبايه ميه وزودت الصلصه. هزود الصلصه بتاعتي يا بنات قبل ما انزل بيها على البتنجان. تمام وهنقلبها. تمام، قبل بقى ما تنزلي بيها ما تنسيش بقى تظبطي الملح وتشوفي الملح مظبوط ولا لا. وبعدين هتنزلي بيها كل كميه الصلصه كده. بعد ما زودتها بكميه الميه هنزل بيها على صينيه المسقعه بتاعتي، وما شاء الله عليها طعمها جميل. طلعت يا بنات رهيبه رهيبه تحفه. جربيها بنفس الطريقه بتاعتي. هنا كمان زودت حبه ميه. شايفين زي ما بقول لكم كده يا بنات الاكل نفس، الاكل يا بنات نفس والله. لو عملتيه ان شاء الله حتى ما ضفتي توابل خالص بشويه الملح تمام، لكن الاكل نفس وانت نفسك حلو في الاكل وعاملاه بمحبه لاولادك هيطلع من تحت ايديكي روعه، هيطلع من تحت ايديكي شهد. يبقى اهم حاجه تعملي الحاجه يا ست الكل بمحبه ونفس راضيه، تكوني راضيه بالقليل وراضيه بالكتير. تمام، القليل هيكون في ايديك كتير لما انت تكوني راضيه بيه، ربنا هيبارك لك فيه. تمام، وان شاء الله النهارده قليل بكره هيبقى كتير، النهارده مسقعه بكره هتبقى حاجه احسن. طبعا المسقعه نعمه من نعم ربنا واكله جميله الحمد لله. هنا بقى هنزود معلقه خل يا بنات، معلقه كبيره من الخل. الله الله عليها بتخليلك المسقعه رائعه والله رائعه. معلقه كبيره توصي بقى توصي بيها. هنا بقى ما شاء الله المسقعه بتاعتي كانت خلاص استوت معايا، شلتها كده من على النار وهنشوف اطعم اجمل مسقعه يا بنات. شايفين شمين طيب الريحة كانت مالية البيت كله، كانت مالية البيت وكمان وصلت للجيران. الله الله على أجمل مسقعة تاكلوها النهاردة من إيدين أم منا يا سيدي، يا سيدي على أطعم مسقعة. هنديها تقليبة كده ما شاء الله. طبعا هي كانت شربت المية اللي أنا ضفتها لها، فأنا حبيت أزود حبة مية كمان.
فانا زودت حبه ميه واديتها تقليبه كده ورجعتها تاني على النار. عايزاها كده كلها تمتزج مع بعضيها، كلها تشرب من بعضيها، تشرب من البصل ومن الثوم والفلفل الرومي كده، وكلها تبقى يعني ايه طعمها يبقى طعم واحد. شايفين بقى بعد ما غلت الغلوه الاخيره ما شاء الله عليها، مرضتش ازود ميه كتير من الاول، يعني هي أنا قلت لو احتاجت معايا ميه هحط لها ميه، فهي احتاجت حبه الميه القليلين دول في الاخر. طبعا خلوا لي شكلها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وما شاء الله عليها هنا كانت خلصت. هغرف بقى للاولاد وهناكل. في النهايه هو ده كان الفيديو بتاعي، تكون في حفظ الله وامن ورعايته، يا رب اكون في بيتكم بالفرحه والهنا والسعاده. متنسوش شير للفيديو، مشاهده كامله واللايك يا جماعه. مع الف سلامه.